السلام عليكم، يا رب تكونوا بخير. نصيحة لوجه الله يا جماعة، ما تشتروش التوابل مطحونة من بره، وهتشوفي بنفسك ليه دلوقتي، خصوصا الكمون والكزبرة. هاتيها حصى كده، نقيها الأول وبعدين في مصفى ضيقة انخليها، هينزل برضو منها بعد ما نقيناها شوائب وأتربة. وهنروح للخطوة الثالثة، خليها في نفس المصفى الضيقة وحطي تحتها طبق عميق مليان مية، وابدأي حركيها كده بالمعلقة أو حتى بإيدك كنوع من الغسيل. وهتشوفي شكل المية دلوقتي بتاعتها عامل ازاي. المية كلها معكرة جدا يا جماعة، كلها تراب. يعني حاجة بصراحة انا معرفش ازاي احنا بناكل الحاجات دي. وادي كمان الرواسب اللي موجودة في الطبق من تحت بعد ما كبيت المية، عبارة عن تراب خالص. والله اعلم كمان، يعني في نشارة خشب بقى وفي حاجات غريبة كده. فتفضلي تغيري المية لغاية ما تبقى معاكي نظيفة زي الفل بالشكل ده. هنروح بقى نجيب صينية كده ولا حاجة، ونحط عليها ورق مطبخ يمتص أكبر قدر كده ممكن من المية اللي فيها، ونسيبها تنشف شوية. تقدري بقى تستخدمي الفرن، تقدري لو عندك شمس، بس الجو احنا في الشتاء مفيش شمس تنشف معاكي. فترفعيها على النار في كده في مقلاية، النار تكون هادية شمعة، ونقلب فيها لغاية ما المية اللي فيها كلها تتبخر وتنشف خالص وتتحمص معانا كده وتبقى ريحتها حلوة. هتبقى بالشكل ده. شايفة بقى نظيفة ازاي، ما فيهاش بقى لا أتربة ولا فيها يعني قش ولا فيها خشب ولا فيها أي حاجة خالص. نروح بقى نجيب المطحنة بتاعة الخلاط، ونبدأ نضربها كده علشان تنعم خالص بالقدر بقى اللي انت عايزاها خشنة شوية، عايزاها ناعمة، زي ما تحبي. المهم النتيجة ايه؟ هتدينا توابل نظيفة زي الفل، ريحتها حلوة صحية. يا ريت نتعامل كده مع كل التوابل اللي احنا بنشتريها، القابلة طبعا للغسيل والحاجات اللي احنا عملناها دي. انما ممكن تجيبيها تطحنيها في البيت، زي مثلا الفلفل الاسمر، برضو لو في حاجة تنقيها منه، وما الى ذلك. وعندك كمان البابريكا والحاجات دي كلها احنا موجودة عندك على القناة. وتحطيها في برطمان مغسول ونضيف ومتعقم. واشوفكم في فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامة.